اليوم في هذا الفيديو غنهضروا على فيلم مغربي جديد، وهو فيلم كوكو البنات. هو فيلم من بطولة ابتسام العروسي وحمزة الطاهري، كيدوي على كوبل مغربي كانت علاقتهم في الاول بسيطة وكانت عندهم طموحات كبيرة. كلشي كان غادي حتى دخلات السوشيال ميديا في حياتهم، تما يبدا التغيير، البوز والشهرة والمشاهدات، هادشي كله ولا الهدف في حد ذاته. ومع الوقت ماشي حياتهم اللي تبدلات، حتى العلاقة ديالهم ولات مختلفة. واش فعلا ممكن الانسان يضحي بحياته الخاصة وبالعلاقات ديالو باش يدير البوز في السوشيال ميديا، ولا كاين حد خاصو يوقف عنده؟ هادشي كامل هو اللي غادي نحاولوا نكتشفوه في هذا الفيلم. القصة كتدور حول حياة بنت وحيدة عند عائلتها، كانت عايشة روتين يومي عادي وما فيش بزاف ديال الأحداث. هذا الفراغ خلات تدخل السوشيال ميديا فين كتشارك البنات تفاصيل عن حياتها الشخصية واليومية. في هذا الوقت حياة كانت على علاقة مع علي اللي كان عنده موقف صريح وواضح، وأنه ضد فكرة نشر الحياة الخاصة والشخصية على الإنترنت. ما كانش كيبغي يبان معها في الفيديوهات اللي كانت كدير، وكان دايما كيحاول يقنعها انها تحبس، ولكن هي كانت كتقنعه بانها دايره هذا الشيء فقط لتغيير الروتين، وان عندها اصدقاء وعائله افتراضيه اللي كتشارك معهم حياتها. من بعد التخرج كل واحد فيهم لقى الطريق ديالو في الدومين اللي قرا فيه، ومع الوقت قرروا انهم يدخلوا لمرحله جديده في حياتهم وهي الزواج. حياة اللي كانت خدامة وعايشة حياة عادية ما حبساش شغفها بالسوشيال ميديا، بالعكس ولات كتشارك تفاصيل حياتها اليومية مع رجلها قدام الناس. حتى عائلة علي ولاو عارفين أخبارهم غير من الفيديوهات، وكأن حياتهم الخاصة ولات مكشوفة للعالم. واحد النهار علي كان كيوصل الحياة للخدمة، وفجأة قررت انها دير لايف مباشر مع المتابعين ديالها من داخل ديال الطوموبيل، وبالحماس دورات الكاميرا لراجلها باش يسلم عليهم. ولكن علي تعصب بشكل كبير ويضرب التليفون وطاح في الارض، وبدا كيغوت عليها. وحيتاش اللايف كان باقي خدام وكيتشاف مباشرة من الناس، ولا الفيديو في لحظات قليلة خرج عن السيطرة وينتشر بسرعة كبيرة ويدير البوز، وقاع الناس بداو كيهضروا عليه بين اللي منتقد واللي مدافع واللي مصدوم. حياة ما وقفتش عند هذا الحد، بالعكس استغلت البوز اللي وقع ولات كدير فيديوهات كتدافع على علي وكتوضح في الموقف ديالها وكترد على التعليقات. وبالتدريج السوشيال ميديا ما بقاش غير هواية عندها، بل ولا باب حقيقي للربح والفلوس، حيث بسبب هذه الضجة بداو تيجيوها عروض من شركات كتعرض عليها دير دعاية وإشهارات، ولات كتاخد فلوس في نهار واحد كتر من اللي كانت كتاخد في شهر كامل في خدمتها. ومع الوقت هو بدا كيبدل الموقف ديالو شويه بشويه، وحياة ما وقفتش هنا، قررت تاخد خطوه اكبر وتخرج من الخدمه ديالها نهائيا وتركز فقط على السوشيال ميديا. وبطريقه ذكيه حاولت انها تقنع علي بالفكره، وبما انه قرا الماركتينغ قدروا يخدموا بجوج كفريق واحد، ويتكلف هو بالقناه والتخطيط وهي تبقى في الواجهه. في البدايه علي كان متردد ما بين القناعه ديالو القديمه والإغراء ديال النجاح، ولكن من بعد ما بدا كيبحث وكيشوف أنه فعلا كاين ربح كبير، قرر أنه يدخل معها في هذا المشروع. ومع الوقت حياتهم كاملة ولات مرتبطة بالسوشيال ميديا، بدلوا الدار والطوموبيل، وهادشي كامل كان فابور مقابل الإشهارات والتعاونات اللي ولات كتجيبهم بسبب النجاح ديال القناة. ومن بعد حوالي 4 سنوات من الزواج حياة حملات أخيرا، ولكن حتى هذا الحدث ما بقاوش كيعيشوه بوحدهم، ولا حتى هو جزء من المحتوى اللي كتشارك مع المتابعين. ومن هنا ولات الحدود ما بين الحياة الخاصة والمحتوى كتذوب تدريجيا. واحد النهار كانت الخطوبة ديال الأخت ديال علي، وحياة كانت كتوثق كل شيء حيت كاع المصاريف كانوا فابور بسبب الإشهارات والتعاونات اللي ولات كتستفد منها. في الحفل حياة قررت تصور باش دير محتوى وتنشر أجواء الخطوبة للمتابعين ديالها، ولكن الحاضرين ما كانوش مرتاحين للتصوير. ورغم ذلك حياة نشرت الفيديو على القناة ديالها، لكن المشكل بدا ملي عائلة الخطيب شافوا الفيديو
وعرفوا بالخطوبة من السوشيال ميديا، حيت الخطوبة ما كانش معلن عليها. هادشي اللي خلاهم يتقلقوا. اخت الخطيب مشات عند علي وطلبت يتحيد الفيديو حيت دار لهم مشكل كبير مع عائلتهم، ومن هنا اللجوء يتقلب كامل، وغيوقع صراع ما بين حياة علي وعائلته، حيت اخت ديالو حملت حياة مسؤولية كاملة واتهمتها بان سبت مشكل في الخطوبة ديالها. من بعد هاد الصدام حياة وعلي غضبوا ومشاو لدارهم. علي بدا كيفكر في طريقه يرضي بها المتابعين، خصوصا ان حياة كانت وعدتهم انها توريهم الخطوبه كامله. ومن هنا علي جاتو فكره انه يستغل الموقف باش يربحوا التفاعل، وقال الحياة دير فيديو تشرح للناس اشنو كان وقع. الصراع بدا يكبر لان اخت علي شافوا الفيديو، وهنا قررت الام انها تتدخل وتمشي تهضر معاه. وداكشي اللي دارت، مشات عند علي للدار ويوقع واحد النقاش قوي بينه وبينها. وفي هاد اللحظات كانت حياة كتصور كل شيء، وفاش قالت لعلي انها صورت فيديو طلب منها انها تحطه في القناة باش يستغلوا الحدث ويديروا بوز جديد. من بعد ما انتشر الفيديو النقاش اللي كان ما بين علي والام ديالو، الامور تزاد تعقدات. ملي الام شافت الفيديو ارتفع الضغط ديالها ومشات للمستشفى. في هذا الجو المتوتر خطيب اخت علي قرر انه يفسخ الخطوبه، وقال لها انه ما نقدرش يكمل وسط هاد المشاكل. الاخت ديالو تعصبات ويدير فيديو كتعاير وكتلوم اخ ديالها، وصرحت ان الام كاينه في العنايه المركزه بسبب هادشي اللي وقع. الناس بداو كيهاجموا حياة وبداو تيسيناليو القناه، والمتابعين بداو كينقصوا بسرعه. علي توتر بزاف وحس ان العالم اللي بناه بدا كيتفكك قدامه. حاول انه يحيد الفيديو ديال اختو ولكن ما قدرش. طلب من حياة انها دير لايف باش انها تهدئ الامور، ولكن تعرضت لهجوم كبير. اتصل بختو ماشي باش يطمئن على الام ديالو، بل انه يطلبها باش تحيد الفيديو. وفي الاخير قرر انه يمشي يعتذر للام ديالو باش انه يصور فيديو ويرجع المتابعين ديالو. في هذه اللحظات علي بدا كيبان انه ولا مرتبط بالمتابعين والمشاهدات وكيفاش غيدير البوز. باش علي يرجع تعاطف ديال الناس قال الحياة دير فيديو كتبين فيه انها تعرضت للاجهاض وكتبين الالم ديالها للناس، ولكن حياة رفضت الفكرة بشكل قاطع حيت ما بغاتش تستغل الحمل ديالها. دازوا الايام، مشاو عند الام ديالو تعشاو عندها، وفي طريق الرجوع حياة فجأة جاها ألم قوي وبدا علي كيصورها وهي كتألم. ومن بعد داها للسبيطار، ومن بعد وقع الأسوأ. الجنين توفى وحياة اضطرت أنها تستأصل الرحم ديالها بسبب النزيف. وهاد الأحداث كاملين كان كيصورهم علي وكيحطهم في القناة. ملي حياة رجعت للدار لقات الفيديوهات كاملين منتشرين، وفي ديك اللحظة حياة قررت أنها تحيد القناة. وواجهت علي اللي انفجر في وجهها وبدا كيغوت وكيقول لها انه دار كل شيء باش القناه تكبر، وانه هو اللي عطاها الدواء في العصير باش انه يطيح لها الجنين وباش انه يقدر يدير محتوى وينقذ القناه ديالهم. في هذه اللحظه حياة اكتشفت لاي حد وصل التفكير ديال علي، وان كل شيء ولا عنده مرتبط بالبوز والمتابعين، وهي تقرر تنهي العلاقة وتطلب الطلاق. في النهاية ديال الفيلم كيبان أن علي دار صفحة جديدة في حياته وتزوج بنت أخرى وبدأ معها قناة جديدة على السوشيال ميديا. في نظري فيلم كوكو البنات جاب فكرة جديدة ومختلفة وطرح موضوع السوشيال ميديا بطريقة قريبة من الواقع. الفيلم كيبين الجانب الإيجابي من السوشيال ميديا، كيفاش كتقدر تكون فرصة باش الإنسان يبدل حياته ويحقق دخل، ولكن في المقابل تقدر تولي خطر من الشهرة والبوز كيوليو هما الأساس. الفيلم كيركز على كيفاش الاهتمام بالمتابعين والمشاهدات ممكن يخلي الإنسان ينسى القيم ديالو وحياته الخاصة ويحول كل شيء للمحتوى. وانتوما واش كتشوفوا أن الفيلم كيستحق المشاهدة؟